تخيل إن صوت نبضات القلب يبقى الشرارة الفكرة هتهد قانون العالم كان مؤمن بيه من آلاف السنين. زمان كانت الناس شايفة إن أرسطو هو العالم الأعظم، وكان كل كلامه مسلم بيه. لكن ما كانوش يعرفوا إن في عالم جديد اتولد في مدينة بيزا الإيطالية هيكون سبب في كسر الأسطورة. العالم هو جاليليو جاليلي. جاليليو ما كانش يؤمن بحاجة غير لما يسأل ليه، ولازم يشوف الإجابة بعينه. ومن هنا بدأت المشكلة. ساب جاليليو دراسة الطب واتجه للرياضيات والفيزياء. ومرة وهو قاعد في الكنيسة شاف حاجة إحنا كلنا بنشوفها كل يوم عادي. شاف نجفة ضخمة متعلقة في السقف بتتحرك يمين وشمال بسبب تيارات الهواء. بس جاليليو لاحظ حاجة غريبة. النجفة مهما كانت بتتهز بقوة أو بهدوء، الوقت اللي بتاخده في الروحة والجاية كان ثابت مش بيتغير. ومن هنا اكتشف قانون مهم: الزمن الدوري للبندول بيعتمد على طول الخيط مش على المسافة اللي بيتحركها. لكن المشكلة في الوقت ده ما كانش فيه ساعات تقيس الزمن بدقة، لكن جاليليو استخدم أداة كانت معاه على طول، ومنها فكر في قياس الوقت. بدأ يعد نبضات قلبه مع كل حركة للنجفة، ولقى إن عدد النبضات ثابت في كل مرة. وساعتها سأل نفسه سؤال عبقري: لو البندول زمنه ثابت ليه ما نستخدمهوش في حساب الوقت؟ وبالفعل صمم أداة بسيطة تساعد الأطباء يقيسوا سرعة نبض المريض، وكانت دي البذرة الأولى لفكرة ساعة البندول اللي تم اختراعها بعد وفاته بسنين. بعدها جاليليو تعمق أكتر في دراسة الأجسام المتحركة، وألف كتاب الميزان الصغير اللي طور فيه فكرة أرشميدس عن الطفو، وقدر يوزن كميات صغيرة زي الذهب والفضة. الكتاب دوت جاب له شهرة وخلاه يمسك منصب تدريس في جامعة بيزا. ومن هنا حصلت أول خناقة بين جاليليو والعلم القديم المتمثل في أرسطو. أرسطو كان بيقول الأجسام الأتقل بتقع أسرع، يعني كورة وزنها 10 كيلو لازم توصل الأرض قبل كورة وزنها كيلو واحد. الناس كانت مصدقة الكلام ده من غير تجربة بقالهم قرون، لكن جاليليو ما سكتش وتعامل بروح أمين المخزن اللي بيراجع كل حاجة وراه. قرر يجرب بنفسه. طلع فوق برج بيزا المايل ورمى كورتين بأوزان مختلفة في نفس اللحظة، والمفاجأة إن الاتنين وصلوا الأرض في نفس الوقت. ساعتها فهم جاليليو إن الوزن مش هو السبب، وإن الوسط اللي الجسم بيسقط فيه هو اللي بيفرق. وبكده أثبت إن الجاذبية بتشد كل الأجسام بنفس الطريقة بغض النظر عن وزنها. الاكتشاف ده خلى زمايله يكرهوه، لأنه كده بيقول لهم إن المناهج اللي بتدرسوها بقالكم سنين طلعت غلط. بعدها ساب جاليليو جامعة بيزا وقعد فترة في بيته، لكن اللي حصل إنه بالموقف ده هتبتدي أجمل سنين حياته زي ما وصفها. انتقل جاليليو لجامعة بادوفا في فينيسيا، مكان فيه حرية فكرية أكبر وبعيد نسبيا عن سيطرة الكنيسة. قعد هناك 18 سنة وفيهم صنع تلسكوب بيكبر الأجسام حوالي 20 مرة. وبالتلسكوب ده شاف 4 أجسام صغيرة بتدور حوالين كوكب المشتري. الاكتشاف ده لوحده كان كفاية يهز فكرة إن الأرض هي مركز الكون. بس الضربة القاضية جت لما شاف كوكب الزهرة بيمر بأدوار زي القمر تماما: هلال، تربيع، وبدر. وده مش هيحصل إلا في حالة واحدة بس: إن الزهرة بيلف حوالين الشمس. ويبقى كده الشمس هي المركز مش الأرض. واللي وصل له ده سبب إحراج للكنيسة، اللي كان أرسطو صاحب نظرية مركزية الأرض عالمها الرسمي. وفي النهاية جاليليو ما دفعش تمن علمه سخرية بس، لكنه واتحاكم عليه بالإقامة الجبرية. مات جاليليو، بس الحقيقة اللي شافها فضلت تلف مع الأرض لحد ما العالم كله اعترف إننا مش محور الكون. وعشان كده قبل ما تفكر في بكرة افهم امبارح. اشوفكم الفيديو الجاي.